15-letni Mahmud je v Sloveniji na rehabilitaciji že drugič. Svojo prvo protezo je hitro prerasel, dobil jo je predlani, ker je med vojno izgubil nogo. قصفوا بيت قدامي بصاروخ زنانة فاتصابت بشظايا في رجلي قد لبتها في قدمي اليمنى فتفت من عظم 10 سنتي. Tudi Rima in Ahmed sta tukaj zato, ker potrebujeta protezo. ده بيت عمي وكان دارهم في دار جنبهم بدهم يقصفوها، احنا نزلنا تحت عصبتهم نشرد كلهم استشهدوا وأنا انبطر رجلي تنتين وأهلي كان فوق ما صارش فيهم إشي، جروح بسيطة. Od leta 2009, odkar traja projekt Pustimo jim sanje, je v Slovenijo prispelo že 106 otrok. Tukaj delajo različne vaje, da se naučijo uporabljati proteze. Če ta ni dovolj, pa dobijo tudi invalidske vozičke. Po rehabilitaciji se vrnejo domov v Gazo. من كل النواحي إنه ما في شغل حصار قصف غزة كلها مدمرة بشكل عام يعني. خلاص يعني تعودنا يعني على العيش، يعني كيف ما تكون يعني تعودنا على العيش. يعني مرت علينا أنا يعني بوع على 3 حروب، يعني حضرت 3 حروب، خلاص يعني تعودنا على الشيء هذا. Vse te strašne okoliščine pa so jih spodbudile, da bodo v prihodnje sami pomagali ljudem. إن شاء الله بصير دكتورة. أنا عشان أساعد الناس بحب أكون محامي، إني أدافع عن حقوق الناس المفقودة. دكتور حتى أساعد الناس. والصحفي حتى أفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي. Predvsem pa si želijo običajnega življenja in miru.